אם סעודיה אומרת לנו נורמליזציה בתמורה למדינה פלסטינית, חברים, לא תודה, תמשיכו לרכב על גמלים על החול במדבר בסעודיה, אנחנו נמשיך להתפתח באמת עם כלכלה וחברה ומדינה ואת כל הדברים הגדולים והנהדרים שאנחנו יודעים לעשות. הקלה שנקראת מדינת ישראל זה מדינת ישראל בכל גבולותיה, שלא תקים לעולם מדינה פלסטינית. טוב, אני אתחיל מהסוף. האמירה הלא מתוכננת ולא מוצלחת שלי על סעודיה בהחלט הייתה לא במקומה, ואני מצר עליה. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام على قناة باختصار نيوز. النهاردة الجدل مولع على السوشيال ميديا بعد تصريحات نارية لوزير المالية الإسرائيلي اليمين المتشدد باتسلئيل سموتريتش، واللي هاجم فيها المملكة العربية السعودية بسبب موقفها الثابت من إقامة دولة فلسطينية كشرط لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. سموتريتش في فيديو انتشر بشكل واسع قال بالعبرية: فيه الإمكانية نوسع اتفاقيات إبراهيم، لكن السيادة هي الاختبار الحقيقي. لو السعودية قالت لنا تطبيع مقابل دولة فلسطينية فإحنا بنقول لأ شكرا، استمروا في ركوب الجمال في الصحراء وإحنا هنكمل نبني قوة تكنولوجية عملاقة. التصريح ده عمل دوشة كبيرة وتهاكم الوزير الإسرائيلي من نشطاء كتير اعتبروا كلامه عنصري ومهين. وبعد ساعات قليلة حاول سموتريتش يخفف الموقف وطلع بيان على صفحته في إكس تويتر سابقا وقال فيه: التصريح عن السعودية ما كانش موفق وأنا آسف لو كنت سببت أي إساءة. وأضاف كمان إنه بيتوقع من السعودية إنها ما تضرش بإسرائيل. لكن الموقف السعودي كان واضح وثابت، حيث أكدت المملكة أكتر من مرة إنها مش هتطبع علاقاتها مع إسرائيل إلا بعد إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967. وفي خضم الجدل ده خرج زعيم المعارضة الإسرائيلي ورئيس الوزراء الأسبق يائير لابيد برسالة مباشرة للسعودية كتبها بالعربية على إكس وقال فيها: لأصدقائنا في المملكة العربية السعودية وفي الشرق الأوسط، سموتريتش لا يمثل دولة إسرائيل. تصريحات نارية وردود سريعة ومشهد سياسي بيزداد سخونة في وقت بيحاول فيه البعض إعادة فتح ملف التطبيع بين السعودية وإسرائيل. لكن الواضح إن الطريق لسه طويل ومعقد.